سلام. اليوم جربت معكم تحلية على ليالي لبنان، وغادي نخبركم واش كان رأيي فيها وكل الأسرار تاع نجاحها، واش تزيدوا واش تنقصوا، ونخبركم إذا تستحق التجربة فعلا. ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني وتابعوا معايا الوصفة. بسم الله. في كاس غال نجيب 2 كيسان تاع حليب يكون يعني بدرجة حرارة الغرفة ولا بارد عادي، يعني كما نفس الصيف إلا تيكون بارد. 2 كيسان، ونزيد عليهم 3 مغارف كبار توا سكر، نضيفهم للحليب كل شي بارد في بارد، ونضيف عليهم كاس تاع سميد متوسط. زيدي قرصة تاع ملح نسيتها في التصوير. نزيد معاهم مغرف صغيرة تاع لافاني، كترو شوية يعني صغيرة بصح تكون بومبي، ما ديروهاش صغيرة بصح مسطحة بومبي. ومغرف كبيرة تاع مازهر، اللي يبغي المزهر يديرها، اللي ما يبغيش ما يديرهاش، بصح يعطي قوش باب، يعني للأمانة تجي شابة بالمزهر. نخلط كل شي بارد في بارد ونحطها فوق نار هادية، ونبدا نخلط فيها حتى يثقل لي هذاك القوام. وبعد ما ثقل معايا هذاك الخليط وحسيت هذاك السميد طاب كما راكم تشوفوا، نجيبو المول تاعنا ونحطوه فيه وهو سخون. هذا التحلية تنفع للمناسبات يعني وللأفراح. الله يدوم فرحتنا فرحتكم إن شاء الله. يعني تحلية سهلة وسريعة وما فيهاش بزاف يعني لي زانغريديان ولا مكلفة. كما راكم تشوفون ايطالي هذاك الخليط تاعي مليح، ونغطيه بابي فيلم اون كونتاكت ونخليه يبرد بجهة. خلوه يبرد مليح مليح مليح، يعني يشد لكم واحد نص ساعة هكا باش يبرد هكا ابوبخي. عاد باش نحطو فوقه الطبقة الثانية باش يجو يعني سيباري، تجي الطبقة الأولى والثانية يجو متفاكتين على بعضهم. كما راكم تشوفوا غادي نغطيه بابي فيلم ونخليه يبرد في خاطره. الطبقة الثانية ندير فيها كاس تاع شونتيي مع نص كاس تاع حليب مع 2 بو تاع بتي سويس. إذا كان عندكم هذا الصغير ديروا 2، وإذا ما كانش عندكم ديروا 1 كبير، يعني هذوك اللي يتباع بسمير 1 كبير ولا 2 صغار. زدت مع هذاك نص كاس تاع الحليب، ونزيد معاه هادوك 2 تاع بتي سويس، ونباطيهم مليح بالباتور حتى نطلعهم مليح. هناكم استريس باش تطلع لكم شونتيي مليح في الصيف، ديروها في الفريجيدير. نخليها تبرد بجهه ونمشي ندير السيرو تاعي. ندير نص كاس تاع سكر مع 4 كاس تاع ماء وشويه يعني قطرات من الليمون، نديرهم على نار هاديه فقط واحد 3 مينوت هكا. نشوف الخليط تاعي بدا يغلي، نخلي مور الغليه فقط دقيقه ولا 2، ما تكتروش لحد من بعد كي يبرد غادي يجمد معاكم. كيما راكم تشوفوا القوام تاعه غادي كي يجمد يولي ثقيل بزاف. ومور ما بردت هذيك الطبقه الاولى تاعنا كيما راكم تشوفوا، حطيت فوقها الطبقه الثانيه تاع هذيك شونتيي مع بسي سويس. بون هذا التحليه ما غاديش تجي حلوه بزاف لحد شي هذيك الشونتيي رانا كسرنا الحلاوه تاعها بالبتي سويس، بصح كاين هذاك السيرو اللي نديروه من الفوق. هذاك السيرو تقدري تستغني عليه اذا انت مكنتيش تبغين حلاوه بزاف. انا عجبتني فقط بهذه الطبقتين بدون هذاك السيرو، عجبتني خير من بالسيرو باسكو كي نديره تجي حلوه بزاف ما تقدريش تكمليها. بصح كي تخليها فقط بهذه الطبقتين غادي تاكلي طرونش مورا خوه ما تشبعيش منه. والصراحه عجبتني هذه التحليه، يعني سريعه، شوفوا سريعه جدا وما فيهاش حاجه اللي مكلفه، وتقدري ديريها كيما دروك راهم عندنا الربحه تاع البوام الباك الاعراس، ديريها وانتي مغمضه عينيك الناس قاع تبغيها وبارده وتبرد القلب. وما تنسوش ديروا لي جيم وابوني، هو بصحتكم.